بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وجعل المال الحلال سببا للبركة والسعادة والطمأنينة، وجعل المال الحرام سببا للمحق والعقوبة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباء الكرام، يا آباءنا ويا أمهاتنا ويا إخواننا، فحديثنا اليوم سيكون حول موضوع مهم جدا وضروري في حياتنا اليومية، وهو ضرورة تحري المال الحلال في كل احتياجاتنا وشؤوننا الدينية والدنيوية. ضرورة احتيال المال الحلال في الأموال، في المأكل، في المشرب، والابتعاد عن المال الحرام مهما كان مغريا. فمن هذه النقطة سننطلق من 6 آثار المال الحلال والمال الحرام طبعا. فالمال الحلال هو سبب للبركة والسعادة والطمأنينة اليومية. كلنا نريد أن نكون بخير، ونريد أن يكون أبناؤنا طبعا بخير، فلكن هل تعلمون أن المال الحلال هو سبب السعادة أو مفتاح السعادة الحقيقية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المال الحلال هو إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. أي أن الله لا يقبل لا الصدقات ولا الطيبات ولا الدعاء ولا العبادة ولا كل شيء ديني ولا إسلامي إلا إذا كان من مال حلال وليس من مال حرام. أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، رواه الطبراني. أي أن الإنسان إذا أكل من الحرام أو كسب ماله من الحرام فإنه يعرض نفسه عذاب الله يوم القيامة. ثانيا أو الآثار الثاني، وهو المال الحرام يضيع الأبناء ويفسد الأسرة بشكل حرفي. يا آباءنا، نحن أطفال فقط نريد أن نعيش في بيت مبارك، نريد أن نأكل من مال حلال ليس من مال حرام، نريد أن نلبس من رزق طيب، لأن المال الحرام له آثار خطيرة علينا في مستقبلنا في دنيانا وديننا. فأولا، المال الحرام يمنع استجابة الدعاء، وهذا هو أخطر آثار للمال الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مطعمه جاء إليه رجل فقال له، فكان يدعو ربه، قال: يا رب يا رب أطلب منك هذا وهذا وهذا، فلكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. أي أن الله لا يستجيب لكل من يأكل الحرام. ثانيا أو الآثار الثاني للمال الحرام، وهو يفسد الأبناء ويجعلهم عاقين لوالديهم، وهذا هو أخطر آثار للمال الحرام. الطفل الذي ينشأ في بيت يأكل من الرشوة أو السرقة أو الظلم لا يتعلم الحلال، يصبح أولا لا يحترم والديه ولا يخاف الله. هل تريدون أبناءكم أن يكونوا من هذا النوع ولا يطيعونكم ويكونون قاسين القلوب؟ إذن أطعمونا من الحلال فقط. الآثار الثاني، وهو يمحق البركة ويجلب المشاكل في البيت، وهذا هو الآثار المنتشر لدينا. بعض الناس يكسبون المال الحرام ثم يعانون من المشاكل في البيت، أمراض، خلافات زوجية، خلافات عائلية، وعدم الاحترام والتفاهم بين الأسرة.
هل يعلمون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. ثالثا، كيف يتحرى الآباء المال الحرام، أو كيف يتجنب الآباء المال الحرام؟ أيها الآباء، نحن أبناؤكم نرجوكم أن تتأكدوا من أن كل لقمة نأكلها أن تكون من الحلال، وكل بيت تدخلونه إلى البيت يكون من حلال. تجنبوا الربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. سورة البقرة الآية 278. الربا يجعل المال كثيرا في البداية طبعا، لكن مع الوقت تصبح الحياة كلها ضيقا وهما. لا تأخذوا الرشوة ولو كانت سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه الترمذي. تجنبوا طبعا أكل حقوق الناس. بعض الناس يأكلون حقوق الناس، حقوق العمال، أو يظلمون الآخرين في البيع والشراء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. المال الحرام لا يذوب، لكنه سبب للعقوبة الإلهية. سأحكي لكم قصة قصيرة لكن للعبرة، قصة مؤثرة من المال الحرام. أيها الأحبة، كان هناك رجل صالح يتحرى دائما الحلال في كل احتياجاته الدينية والدنيوية. في يوم من الأيام جاءه رجل غني فطلب منه أن يشتغل معه في عمل، لكن كان يقوم بالرشوة ويأكل المال الحرام. فذلك الرجل الفقير المسلم لم يقبل منه العرض. فبعد مرور الأيام والأيام والزمان، بعدما قال له: لا أريد المال الحرام، أريد أن أربي أبنائي فقط على المال الحلال. وبعد أن مرت الأيام حفظ الله أبناء الرجل الفقير الذي رفض الحرام وأبناء الرجل الغني، فقد فسدوا، وكان هؤلاء الأبناء عبرة للمال الحرام وعبرة للناس الذين يأكلون المال الحرام، أموال اليتيم والرشوة والربا وكل الأعمال السيئة. خامسا، وهو الآثار أو رسالة منا كنحن الأطفال إلى آبائنا. يا آباؤنا، يا أمهاتنا، ويا إخواننا، نحن أمانة في أعناقكم. نرجوكم أن تتأكدوا من أن كل درهم يدخل إلى البيت أن يكون من الحلال. كل طعام نأكله أن يكون فقط من الحلال أو من رزق طيب. لا تظلمون أحدا أو لا تظلموا أحدا في البيع ولا في الشراء، ولا تتخذوا الرشوة والربا. نحن نريد فقط أن نكبر في بيوت في بركة، فيها راحة، فيها سعادة، وفيها طمأنينة، ولن يكون ذلك إلا من المال الحلال أو من رزق طيب. خاتمة، اللهم اجعلنا من الذين يأكلون الحلال ويتجنبون الحرام، وبارك في أرزاقنا، وارزق آباءنا وأمهاتنا رزقا فقط طيبا مباركا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وهدانا للإسلام، وأكرمنا بنبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، أيها المسلمون الكرام، حديثي اليوم عن أمر مهم جدا لكل أب وأم.
وهو ضرورة تعليم الأبناء الدين. نحن الأبناء نحب اللعب والمرح، لكننا نحتاج أيضا إلى أن نتعلم كيف نعبد الله وكيف نصلي وكيف نكون مسلمين صالحين. ومن سيعلمنا ذلك؟ بالطبع آباؤنا وأمهاتنا، فهم مسؤولون عنا أمام الله سبحانه وتعالى. أولا أيها الأحبة، الأبناء نعمة وأمانة ومسؤولية. أيها الآباء والأمهات، لقد أعطاكم الله نعمة وهي الأبناء، ولكن هذه النعمة ليست مجرد فرحة وسعادة، بل هي أيضا أمانة عند الله سبحانه وتعالى، بل هي أيضا أمانة عظيمة في أعناقكم. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، في سورة التحريم آية 6. أي مسؤوليتكم ليست فقط أن تطعمون وتلبسون، بل أيضا أن تعلمون كيف ننجو من النار وندخل الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. إذا أنتم أيها الآباء مسؤولون عن تعليمنا ديننا، ولا يكفي أن ترسلون إلى المدارس، بل يجب أن تعلمونا في بيوتنا كيف نصلي وكيف نتخلق بأخلاق الإسلام. ثانيا أيها الأحبة، لماذا يجب أن نعلم أبناءنا الدين؟ هناك أسباب كثيرة تجعل تعليم الأبناء الدين أمرا ضروريا، وأولها لأن العلم بالدين هو سبب النجاة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أول ما يجب أن نعرفه هو التوحيد، أن نعرف من هو الله وكيف نعبده ولماذا خلقنا. إذا لم نعلم أبناءنا الدين فمن أين سيتعلمون؟ ربما يتعلمونه من الإنترنت أو من أصدقاء السوء، وقد يضيعون. نعم والله وقد يضيعون. وثانيا أيها الأحبة، لأن تعليم الدين يحفظ الأبناء من الفتن. نحن نعيش في زمن مليء حيث أصبح من السهل أن يتأثر الأطفال بالأفكار الخاطئة والمعتقدات الفاسدة. إذا تعلمنا ديننا سنعرف كيف نفرق بين الحق والباطل والصح والخطأ، وسنبتعد عن المعاصي والذنوب. ثالثا أيها الأحبة، لأن التعليم الدين يجعل الأطفال ضارين من والديهم. كثيرا من الأبناء اليوم يعقون والديهم لأنهم لم يتعلموا من القرآن والسنة كيف يحترمون الأبناء. من يتعلم الدين يعلم أن بر الوالدين واجب عظيم، وأن الجنة تحت أقدام الأمهات. ورابعا أيها الأحبة، كيف نعلم أبناءنا الدين؟ أيها الآباء، هناك طرق كثيرة تجعل تعليم الأبناء الدين أمرا مهما، وأولها هي القدوة الصالحة. نحن الأطفال نتعلم منكم بالأفعال أكثر من الأقوال. إذا رأيناكم تصلون في المسجد فسنصلي معكم، إذا رأيناكم تقرؤون القرآن فسوف نقلدكم، إذا سمعناكم تقولون الصدق فلن نكذب. والنقطة الثانية أيها الأحبة، تعليم الصلاة منذ الصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. الصلاة هي أهم ركن في الإسلام ولا يجوز تأخير تعليمها. والنقطة الثالثة أيها الأحبة، تعليم القرآن وحفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما يفعل معنا الأستاذ محمد ثابت رضي الله عنه، تعلم القرآن ويقوم بتعليمنا نحن إياه. علمونا كيف نقرأ القرآن وكيف نفهمه حتى يكون لنا نورا في حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة. والنقطة الرابعة أيها الأحبة، تحفيظ الأذكار والأدعية. من الجميل أن نحفظ أدعية الصباح والمساء وأذكار النوم وأذكار الخروج من المنزل. هذه الأذكار تحمينا من الشرور وتجعلنا قريبين من الله سبحانه وتعالى. خامسا أيها الأحبة، اختيار الصحبة الصالحة. الأبناء يتأثرون كثيرا بأصدقائهم،
فإذا كان لهم أصدقاء صالحون فسيكونون مثلهم. علمونا أن نختار أصدقاء يصلون ويحبون الخير ولا يكذبون ولا يؤذون غيرهم. ورابعا أيها الأحبة، قصة مؤثرة عن تعليم الأبناء الدين. أيها الأحبة، سأحكي لكم قصة قصيرة عن أهمية تعليم الأبناء الدين، وهذه القصة من أجمل القصص. كان هناك رجل صالح لديه ابن صغير، وكان يعلمه الصلاة منذ صغره، وكان يقول له دائما: يا بني حافظ على صلاتك، فالصلاة هي مفتاح الجنة. وفي يوم من الأيام مرض الأب مرضا شديدا، وقبل موته قال لابنه: يا بني أوصيك بالصلاة لا تتركها أبدا. وبعد وفاته كبر الابن وكان محافظا على صلاته، وكان يدعو لوالده دائما حتى رآه في المنام وهو يقول له: يا بني بسبب دعائك لي رفع الله درجتي في الجنة. انظروا كيف أن الأب الصالح يترك أثرا حتى بعد موته. خامسا أيها الأحبة، رسالة إلى الآباء والأمهات. أيها الآباء الكرام، أنا طفل وأقول لكم: لا تنشغلوا عنا بالدنيا، فالدنيا زائلة، ولكننا نحن أبناؤكم سنكون إما صدقة جارية لكم أو حسرة عليكم يوم القيامة. فالدنيا التي أنتم منشغلون عنها وصاركم مع المشغولة به لا تسوى عند الله سبحانه وتعالى مثل جناح بعوضة. انظروا جناح بعوضة الدنيا ما تسوى الله سبحانه وتعالى، فما بالكم أنتم الذين الآن نشوف طفل في عمره 15 سنة 16 سنة وما حافظش الحمد، طفل عنده 15 سنة وما تصليش. فيا حسرة على أبويه. فعلمونا الدين لنكون أبناء صالحين، نفرحكم في الدنيا وندعو لكم بعد الممات. وخاتمة الموضوع أيها الأحبة، نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الصالحين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في أبنائنا وأمهاتنا